السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هعمل معاكم رز بالخلطة بطريقة سهلة وطعم تحفة وشكله حلو جدا. تقدري تعمليه في العزومات، وأهم حاجة إنه بيتحضر في أقل من نص ساعة. يلا بينا نسمي الله ونشوف هنعمل الجمال ده إزاي. بسم الله. أول حاجة في حلة على النار، وبنزل بمعلقتين سكر وبسيبه يتكرمل على نار متوسطة لغاية ما يسيح ولونه يتحول للون الذهبي، وما بقلبوش ابدا الا لما يبدأ يسيح. اول ما بيتكرمل ويوصل للمرحلة دي بقلبه وبهدي النار جدا، وهضيف له معلقة كبيرة من السمن. بقلبهم كويس مع بعض وهضيف الرز. انا بستخدم الرز المصري، بيطلع طعمه احلى من الرز البسمتي لو حابين استخدموا الرز البسمتي. تقلبتين 3 للرز مع الكراميل والسمن، وهنزل بالتوابل بتاعتي: ملح وفلفل اسود، ورقتين لورا، ومعلقة صغيرة كركم ممكن تستغنوا عنها، وواحدة لومي اللي هو الليمون المجفف، ممكن تحطوا عود قرفة، وهضيف مكعب مرقة وبنزل عليه بالمية المغلية او الشوربة. كمية المية يدوب تغطي الرز بمقدار عقلة صباع زي ما بنعمل الرز العادي بتاعنا. اول ما بيغلي بهدي عليه النار وبغطيه واسيبه يتشرب المية. وهنا بعد حوالي 10 دقايق الرز اتشرب المية، هشيل اللومي وورق اللورة وبضيف له شوية زبيب، ممكن تستغنوا عنه بس بيدي طعم حلو قوي للرز. تقليبة واحدة عشان الزبيب يتوزع في الرز، وبغطي عليه وبسيبه يكمل سواه. لو لقيتيه محتاج مية ضيفيله شوية مية صغيرين. وعلى بال الرز ما يستوي بعمل الكبد والقوانص. معايا هنا كيلو من الكبد والقوانص، الكمية ترجع لكم، ممكن تعملوها بكيلو بنص كيلو زي ما تحبوا. غسلتهم كويس قوي ونضفتهم، وبنقعهم في محلول مية وعليها معلقة ملح ومعلقة دقيق وعصير نص ليمونة ومعلقة صغيرة من الجنزبيل. وبعد كده بشطفهم وصفيهم، بيكونوا زي الفل وريحتهم في منتهى الجمال. وقطعتهم لقطع صغيرة، وفصلت الكبد عن القوانص والقلوب. ودلوقتي في حلة على النار حطيت فيها معلقة كبيرة من السمن. أول ما بتسخن بنزل عليها بالقوانص والقلوب، بديهم تشويحة الأول لمدة 5 دقايق قبل ما أحط الكبدة، لأن القوانص بتاخد وقت في التسوية أكتر من الكبدة. تمام كده. هنزل بقى بالكبدة، مش بقلب الكبدة لما بحطها، بسيبها كده مدة دقيقة لغاية ما يتغير لونها عشان ما تنزلش ميتها وتفضل طرية معايا. وهنزل عليهم دلوقتي بملح وفلفل ومعلقة صغيرة من البهارات. تقلبتين كده لمدة 5 دقايق لغاية ما يتشوحوا. وهنزل عليهم ببصلة متقطعة، وافضل اقلب في البصل معاهم لغاية ما يدبل ويتطعموا من بعض. لو حابينها سبايسي ممكن تضيفوا فلفل حامي. واول ما تستوي قبل ما اطفي النار عليها هضيف فصين من الثوم مفرومين ناعم. تقليبة واحدة كده خلاص بقت جاهزة، هطفي النار كده. الكبد والقوانص بقت جاهزة والرز عندي استوى. ودلوقتي في طاسة حطيت معلقة صغيرة من السمن، وهقلب فيها شوية فول سوداني وزبيب. حطي اي مكسرات موجودة عندك، ويا سلام لو عندك كام واحدة لوز. هشوحهم في السمن لمدة دقيقة مش اكتر من كده، يا دوب ياخدوا لون اشقر. ما تكتريش عن دقيقة عشان المكسرات ما تتحرقش وتمرر. نبتدي بقى نقدم الأكلة الجميلة القمر دي. حطيت الرز في طبق التقديم، وهحط عليه الكبدة في النص، وبوزع المكسرات على الطبق كله، على الكبدة وعلى جوانب الطبق بالشكل ده. واخر حاجة رشة كده من البقدونس بتدي شكل حلو ما شاء الله. ريحتها خطيرة، والشكل طبعا مش محتاج كلام، هو بيتكلم عن نفسه. والطعم حلو جدا. واحلى واهم حاجة بالنسبة لي انها ما بتاخدش وقت في التحضير، فاقل من نص ساعة كنت خلصت. وبتعجب الولاد جدا،
وبتعمليها في العزومات بتشرفك وشكلها تحفة وشيك جدا. أتمنى تعجبكم وتجربوها. وبكده أكون وصلت نهاية الفيديو. أسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.